السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل السبانخ بأسهل طريقة بتاع أمهاتنا. معانا هنا سبانخ، أنا هنا سبانخ متفرزة مش صبحة، ولسان عصفور وبصل وعصير طماطم وسمنة على زيت. هنحط السمنة على زيت على النار. أول ما تسيح وتدوب معانا هننزل عليها بالبصل. هنا هنحط اللحمة الأول نشوحها، كانت متلجة برضو، كانت في الفريزر. لو صبحة برضو هنعمل كذلك، هنشوحها. هي لو صبحة هتبقى أفضل، لو مفككة هتبقى أفضل. ننزل عليها بالبصل وعصير الطماطم والفلفل الأسود. هنا هننزل بعصير الطماطم اهو والفلفل الأسود، وهنسيبها لحد ما تتسبك خالص. وأول ما تتسبك نزودها مية عشان طبعا عما اللحمة تستوي. هنا هنحمر العصفور معانا عما اللحمة تكون استوت والطماطم اتسبكت. هنجيب سمنة ونحمر العصفور. في ناس بتحبها بالرز وفي ناس بيحبها بالحمص وبحبها بالعصفور. انا بحبها بالعصفور، بتبقى طعمها احلى وبتخلي الاطفال تاكلها، بتبقى بيحبوها كانهم بياكلوا لسان عصفور، ما بيحسوش ان هما بياكلوا سبانخ. هنا كان خلاص العصفور اتحمر. حطيت عليه ربع كوبايه ميه عشان اوقف السوا بتاعه، عشان ما يتحمرش اكتر من كده، وطفت عليه لحد ما تكون اللحمه اتسبكت واستوت معانا. هنا كانت اتسبكت وزودتها ميه عشان اللحمه تستوى. هنا خلاص كانت استوت، نزلت بالسبانخ نقلبها. كده السبانخ استوت شويه، نزلت عليها بلسان العصفور. لما نحط اول لسان عصفور بقى ايدينا ما نسيبوش، نقلب فيه على طول لانه بيلزق لو سبناه. كل شويه نقلب فيه، احنا شايفين كده كل شويه ايدينا فيه لحد ما يستوى خالص. هنا كانت دخل في السوا، حطيت الملح. خلاص هنا خلاص خلصت معانا، بألف هنا وشفا.